قراءة الرواية دي كانت بمثابة جهاد جهاد ضد الملل وضد التمطيط وضد الرغي. الراجل ده رغاي 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 رغاي. أهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة هتكلم عن رواية كآبة المقاومة للاسلو كراسنهوركاي. أتمنى أكون بنطق الاسم صح. عموما هتكلم في الفيديو ده عن الرواية والفيلم، وإزاي أنا فهمت الرواية من خلال الفيلم، وهل يستحق لاسلو كراسنهوركاي نوبل، ورأيي في آرائه السياسية المنسوبة لي. أتمنى لو عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة تشتركوا وتعملوا لايك وشير. بتتغير الموازين كلها لما أهل البلدة بيتفاجئوا بزيارة من سيرك غريب بيقدم عرض واحد فقط لحوت ضخم ميت. ورغم إن البلدة دي فقيرة ومعدومة الموارد، لكن شايفين إن زيارة السيرك ده بتمثل خطر عليهم وعلى البلدة، وإن أكيد في مؤامرة وراء السيرك والحوت الضخم ده والراجل اللي مع الحوت. وبنشوف في الرواية عدد من الشخصيات، منها فالوسكا ووالدته والموسيقار صديق فالوسكا وزوجة الموسيقار اللي نفسها زوجها يكون عمدة عشان عندها حب السيطرة وعايزة يكون عندها نفوذ وجاه. دي أحداث رواية كآبة المقاومة للكاتب الذي حصل على نوبل من أسبوع، لاسلو كراسنهوركاي. أتمنى أكون بنطق الاسم صح، وأعتقد أنه مش صح يعني. وأنا اتورطت في قراءة الرواية دي لأن قبل إعلان الفائز بساعة تقريبا قلت أنا هقرأ أي عمل الكاتب اللي هيفوز بالنوبل. وطبعا كنت فاكرة كنت متعشمة إن موروكامي، الليندي، مارغريت أتود، أي حد من الحبايب يعني. ولكن أتفاجئ بالراجل ده اللي هو أصلا كل ما بشوف رواياته بجري، يعني عناوين رواياته بتخوف، وكمان المواضيع بتاعتها يعني تقبض. فالمهم قلت خلاص يعني أحترم نفسي، خصوصا إن أنا ما قلتش الكلام ده بيني وبين نفسي إن أنا هقرأ عمل خلال 24 ساعة، ده أنا أعلنت ده في السوشيال ميديا، فهطلع يعني صغيرة قدام الناس. فقلت يلا خليني أقرأ الرواية. وطبعا ما خلصتش الرواية في 24 ساعة، لأن صعب إنها تخلص في 24 ساعة. ولو حد خلصها في 24 ساعة يعني أنا أسفة، بس أكيد أنت بتكذب يعني. قراءة الرواية دي كانت بمثابة جهاد ضد الملل وضد التمطيط وضد الرغي. الراجل ده رغاي 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 رغاي، بسم الله ما شاء الله، قادر على خلق أجواء كئيبة للقارئ بشكل مش طبيعي. قراءة الرواية دي شاقة جدا، ومحتاجة 5 كيلو صبر عشان تكملها وعشان تحاول تفهم هو قصده وأعتقد إن أنت في الآخر ممكن يعني تخمينات، لكن مش هتحط إيدك والله هو يقصد كذا. هنا يأتي دور بيلاتار مخرج الفيلم المقتبس عن الرواية، لأن من خلال الفيلم ده أنا فكيت شفرة الرواية إلى حد ما، وتوصلت للكاتب عايز يقول الفيلم اتعمل سنة 2000، أما الرواية فصدرت سنة 89، وده كان وقت في ظل النظام الشيوعي اللي كانت المجر جزء منه. المقصود من الرواية يعني إلى حد ما ممكن يكون هبد اللي أنا بقوله، ولكن ده اللي أنا توصلت له، يعني هو عرض مخاوف الناس في ظل النظام الشيوعي اللي كان موجود في أوروبا الشرقية. النظام ده كان معيش الناس في عزلة عن العالم، والبلدة دي أصلا اللي في الرواية أو في الفيلم هي معزولة عن العالم. واللي هيشوف خريطة المجر هيعرف إن اليابسة بتحيط بيها من كل الجهات، وده يعني عزلة ربانية كمان يعني. فالبلدة الصغيرة اللي بتمثل المجر واللي ما بتشوفش بحر خالص، لما فجأة تيجي زيارة لكائن المفروض بيعيش في المحيطات، الحوت، دي هتبقى حاجة غريبة جدا. ده لو دخلت عليهم دبانة هيستغربوها، فما بالك بحوت ضخم. أكيد الحوت ده يعني عمل لهم نوع من الخوف، وهي دي برضو دلالة اللي هي الخوف من الآخر أو الخوف من الحاجة اللي إحنا مش عارفينها أو المجهول. فلما تجيب كائن زي ده في بلدة ما بتطلش على ترعة حتى، أكيد هيستغربوا الكائن وإزاي هو جه وجاي ليه وعشان والكلام ده كله. والبلدة دي أصلا يعني هي كل اللي فيها بيكرهوا نفسهم، وبيكرهوا خصوصا فالوسكا، الشخص الوحيد اللي كان مرحب بفكرة إن الحوت ده يكون موجود إلى حد ما. وأصلا فالوسكا هو شخص بريء وطيب جدا، والناس بتشوفه أهبل وغريب الأطوار. هو مهتم بحركة الكواكب والنجوم والحاجات دي فهو يعني بيمثل الشباب اللي عندهم تطلعات
ومش خايفين، بل بالعكس هم عايزين يشوفوا الدنيا عاملة ازاي على عكس أهل البلدة. حتى في الفيلم في خريطة كبيرة للعالم جنب السرير بتاعه، يعني هو انه في دنيا تانية غير الدنيا اللي احنا فيها، عكس اهل البلدة اللي ادخن طموح عندهم ان هم حد فيهم يحكم البلدة دي. طيب انا ليه جاء في بالي ان القصد هو النظام الشيوعي، وليه الفيلم يعني كده فتح لي شوية مداركي بخصوص النقطة دي؟ الرواية بتبدأ بمشهد والدة فالوسكا كانت راكبة القطر وكانت معاها تذكرة درجة أولى، ومع ذلك ما عرفتش إنها تقعد في الدرجة الأولى، وقعدت وسط الدرجة الثالثة بسبب الفوضى، وبقت زيها زي غيرها. وده اللي بيعمله النظام الشيوعي، اللي هو مخلي كله زي بعض. على فكرة المشهد اللي هو في البداية ده من أحلى مشاهد الرواية، ده ممكن لو فصلته عن الرواية ينفع قصة قصيرة تفكرك بأجواء تشيكوف وتولستوي والكلام ده كله، فهي جميلة. دي أجمل حاجة في الرواية أصلا، يعني المشهد الافتتاحي. في الفيلم بقى اللي اتعمل بتاع بيلاتار، المشهد ده اصلا مش موجود، وزي ما قلت لكم الفيلم اتعمل سنه 2000، اللي هو يعني النظام الشيوعي نفسه ما كانش موجود في الوقت ده، ولكن المخاوف بتاعه الناس والخوف من المجهول والخوف من النظام العالمي الجديد اللي بيمثله الحوت لسه موجود. وده موجود على فكره عند شعوب كتيره جدا، اللي هي خايفه من مثلا من مسلسل، من فيلم، من حفله تتعمل في البلد، لا يحصل انه ايه والله في حاجات، في طقوس وفي مؤامرات وفي، فالموضوع ده بس مش في البلدة اللي في المجر، لا ده هو موجود حوالين العالم يعني حتى عندنا. الفيلم بيبدأ بتقريبا المشهد اللي بيبدأ في تلت الرواية، لما فالوسكا في البار بيحكي عن حركة النجوم وبيمثلها والكلام ده كله عشان يورينا الشخص ده قد ايه حالم. الفيلم اصلا مركز على فالوسكا اكتر من غيره، عكس الرواية اللي بنقابل الشخصيات وبنسيبها، وفي شخصيات ما بنرجع لهاش تاني اساسا، او ممكن بترجع في مشاهد في النهاية، يعني مش عايزة احرق يعني ربنا يديه الصحة وهيقرا الرواية. ده كان تحليلي، وزي ما قلت لكم ممكن يطلع هبد، ولكن دي رؤيتي للعمل. طيب الفكرة حلوة، ليه لاسلو يعني قدم بالطريقة دي، بالطريقة المملة الرغاية دي، يعني جمل طويلة بشكل صعب بيدخلك في مود اكتئاب. هو لو قاصد ان هو يحطك في مود الناس كانت في ظل النظام الشيوعي في بلدة في المجر عايشين ازاي وحالتهم النفسية كانت عاملة ازاي، فهو نجح في ده، لان هو حرفيا يعني انا حسيت بكآبة شديدة جدا وانا عمالة اقرا. لو ده قصده فبرافو عليه، يعني وصل لي الإحساس ده. والرواية دي شريرة جدا، ممكن توصل القارئ لحبسة قراءة ممكن ما يخرجش منها بسهولة. الرواية دي أنا قيمتها 2.5 ولا أستحي من ذلك، وأما الفيلم قيمته 3.5 من 5. هل يستحق لاسلو كراسنهروكاي نوبل؟ وهل لازم نقاطع رواياته عشان قال رأي سخيف في العرب؟ بصوا، حكاية يستحق أو ما يستحقش أنا ما أقدرش أقول الكلام ده من رواية واحدة قريتها، لأن أعتقد لازم الواحد يكون قرأ على الأقل مثلا تلت أعمال الكاتب عشان يقول والله الراجل ده يستحق نوبل ولا ما يستحقش الجائزة. لكن أنا من كآبة المقاومة صراحة لا، يعني كان ممكن ناس تانية تاخدها، ناس تانية بنحبها. أيوة أنا عايزة هاروكي موراكامي ياخدها، مش كتير عليه، بالعكس هم اللي خسرانين، أو ليندي، يعني إيه المشكلة؟ يعني أنا عايزة أعتذر جابرييل غارسيا ماركيز إن أنا كنت بقول رواياته مملة وجمله طويلة. جاء الشخص اللي يعني إيه يعني أنا أسفة، أنا أسفة الماركيز، أنا أسفة. في ناس فازت بجائزة نوبل ما عندهاش أعمال أدبية كبيرة جدا، وفي ناس فازت على مجرد إن هم بيكتبوا مذكراتهم الشخصية. وعلى فكرة أنا بحب الأعمال دي، لكن يعني هاروكي موراكامي الناس بتستكتر عليه ليه ياخد نوبل، ليه ما أعرفش، لا ياخد نوبل، والله ياخدها. ليه ما ياخدش نوبل؟ ليه ما ياخدش نوبل؟ نقف مظاهرات عشان ياخد نوبل؟ يعني أنا ما أعرفش المعايير اللي بيختاروا على أساسها الفايز بجائزة نوبل، ولكن أعتقد من عشوائية الاختيارات السنين الأخيرة بالذات الناس دي بتعمل قرعة وبتختار ده ويقول لك هو اللي فاز. أنا أعتقد مش مستحيل، الاختيارات غريبة الأطوار، يعني انتوا بتبصوا للنجاح التجاري، ولا بتركزوا على الشباب، ولا بتركزوا على الكتابة الشخصية، ولا بتركزوا على اللي هي تنويعات، ولا إيه؟ أنا مش عارفة. في عتاولة ما خدوش نوبل، وفي ناس يعني أنا. أما عن رأيه في العرب، طيب الحكاية إن هو شتم العرب وقال إن هم عادي، إن هم يعني يحصل فيهم حاجات وحشة، أوكي،
الكلام ده اللي قاله أهل السوشيال ميديا. أنا دورت على إني أشوف مثلا تصريح ليه أو حاجة مكتوبة من مصدر موثوق، ما لقيتش. خلاص. ولكن حتى لو هو قال الكلام ده، نقرا رواياته. مش معنى كده ان احنا بنحبه. في فرق بين ان احنا نقرا اعمال الكاتب وبين ان احنا بنحبه. كونك عايز تقاطع اعمال كاتب عشان قال اراء حقيره، دي شيء غريب جدا. يعني انت وانت ماشي في الشارع هتلاقي ناس مش على هواك، هتقاطعهم، هتقاطع الشارع، مش هتمشي فيه. يعني ازاي واحنا قراء؟ ده احنا بنتفرج على منصات بتبقى فيها حاجات مش على هوانا، بس بنبقى مستوعبين ان احنا ضد الفكرة دي وضد الطريقة دي والناس معينين وحاجات زي كده، اوكي، وبنكمل فرجة عليها. اشمعنى الروايات لما وبنتفرج على ممثلين ليهم آراء مش كويسة ومثبوتة ومتصورين وهم قايلين الكلام ده، لكن بنتفرج عليهم، لكن لما بتيجي عند الأدب لا، اللي أنا مش هقرا الفلان عشان هي كذا وقالت كذا، أنا مش هقرا الفلان عشان قال كذا. لا، نقرا لهم. لازم تعرف الآخر بيفكر إزاي وتقرا وتفند ويبقى فيه تفكير نقدي. هو أنت لو فاكر إن أنت هتقرا كل اللي أنت بتقراه هتكون موافق عليه، أرجوك ما تقراش. أرجوك ما تقراش. هو متوقع إن أنا بمسك الكتاب كده وأفتحه ومن الألف للياء هوافق على كل حاجة؟ أكيد لأ. حتى مع الكتاب اللي آرائهم السياسية في توافق معاهم، برضو لأ. يعني إزاي؟ يعني إحنا لازم، والله هو مش على هوانا كإنسان فما نقراش أعماله. على فكرة أنا توصلت للحكاية دي لما نزلت الفيديو بتاع نيل جيمان، شفت آراء ناس اقتنعت بيها على فكرة، إن هو لأ، هو حاجة وعملوا حاجة، ولا كده مش هنقرأ لأي حد خالص. وده لا دفاعا عن لاسلو ولا دفاعا عن جيمن يعني يولعه، ولكن احنا لازم نعرف الآخر زي ما الآخر بيبقى عارفنا ودرسنا كويس. يعني أنا أبقى ماسكة الرواية، والله الفكرة دي مش عجبتني الفكرة دي، لكن حكاية والله لا الكاتب هيدس السم في العسل، مفيش الكلام ده حضرتك. احنا ناس كبار وواعيين وقراء، ولازم ننمي التفكير النقدي عندنا ونعرف اللي يناسبنا واللي ما يناسبناش. بس ده كل كلامي عن كآبة المقاومة وعن لاسلو كراسناهوركاي وعن رأيه وعن كل الحاجات دي كلها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا لي.